تعالوا بقى كده النهارده عايزين نعمل بسبوسه بالمكسرات. لقيت فيه شويه سوداني موجودين مع جوز هند مع زبيب. قلنا نجيب السميد الناعم ده ونعمل بسبوسه بالمكسرات. اول حاجه بتيجي تتحط بنحط معلقتين سمنه عليها، طبعا انا ببقى عايزه اعملها بسمنه عاديه وسمنه بلدي، في ناس بتعملها بالزيت، براحتهم خالص. بس هنيجي نعملها كده الاول بالسمنه العاديه، ومن الوش انا باجي احط في الاخر السمنه البلدي. هوريكم بتتحط ازاي. بنيجي طبعا نقلب كده، وبعد ما لون البسبوسه يتغير السميد هتلاقيه بيتغير معانا حاجه بحاجه. هنبقى بنحط بعد كده الزبادي، او اللي عندها لبن كانت تحط كوبايه الا ربع لبن. طبعا انا كده حطيت السمنه، بس هي تبقى عايزه سمنه تاني، فانا هحط بقى ايه السمنه البلدي. ريحة السمنة البلدي تحفة، تبقى في الحلويات. بس خلي بالكم اللي معهوش حاجة، ما عندوش سمنة بلدي يعمل بالسمنة العادية، ما عندوش سمنة عادية عايز يعمل بالزيت بيضاعف بس المعالق. يعني لو انا عندي معلقتين سمنة يبقى انا باخد 4 معالق زيت. انا بحط 4 معالق سمنة في البسبوسة، يبقى 8 معالق زيت قصادها. كده شايفين شكلها ازاي. هنيجي بقى نحط، انا لقيت عندي كوبايه زبادي فانا هحط زبادي، اللي عنده لبن بيحط كوبايه الا ربع لبن وبيقلب. نبدا بقى كده نقلب، لازم تبقى طريه معانا. لو لسه زي ما هي كده وما كانتش يعني سايله معاكي شويه بنحط شويه لبن كمان. انا كده حطيت شويه لبن، شايفين بقى شكلها ازاي. نحط بقى كيس بيكنج باودر، محدش ينساها دي عشان البسبوسه تطلع حلوه. انا هنا كده بقى جبت الصينيه دهنتها سمنه، وهنيجي نصب البسبوسه كده. احنا جهزناها وظبطناها. طبعا انا عندي هنا في ناس تبقى عايزه شويه مكسرات شويه ساده، فانا بعملها نص. بس الاول هاجي احط سمنه بلدي، عشان الطعم. جبت بقى كده هنعملها بالنص، يبقى اللي عايز ده هياكل بالمكسرات، واللي عايز ساده هياكلها ساده. نحطها في الفرن، ولما نيجي نطلعها
هوريكم بقى الشربات ونحط ازاي وايه اللي بيتم. كده طلعنا بقى البسبوسه، اديكم انتوا شايفين نص المكسرات اهو، وادي النص التاني الساده. هحط بس الشربات ونشوف شكلها بعد كده ازاي. كده احنا حطينا الشربات، هي بقى بنسيبها كده شويه لحد ما بتيجي تهدى، والشربات ده لازم يكون بارد، يعني يا دوب البسبوسه تيجي تطلع من الفرن الشربات البارد بيتحط عليها. وبالهنا والشفا.